السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا حالتكم حلوة النهاردة. وبعد ما سألتكم على التليجرام الحمد لله اغلبكم قال ان الامتحان كان سهل. المهم ان انت ذاكرت وعملت اللي عليك وان شاء الله ربنا هيكرمك. دلوقتي بقى اللي نركز عليه مش اننا نراجع الامتحان اللي فات ولا اللي قبله، خلاص نشيلهم من دماغنا خالص. دلوقتي كل تركيزنا على المواد اللي جاية، بالتحديد هنركز دلوقتي على الفيزياء. في الفيديو ده هوضح لكم اهم حاجه هتعملوها في الفيزياء خلال ال3 ايام دول. هتعملوا ايه بالظبط، هتمشوا ازاي في ال3 ايام دول علشان خاطر باذن الله تبقوا راجعتوا على المنهج، حليتوا عليه الحاجات اللي فعلا محتاجه انها تتحل. وكمان هقول لكم على فيديوهات ممكن تستعينوا بيها ليالي الامتحان علشان خاطر توفر وقت معاكم ومجهود. انا عارفه ان موضوع قطع النور ده صعب جدا عليكم، وان شاء الله ربنا يكرمكم ويجازيكم كل خير، علشان اكيد ده برضه حطيتكم في ضغط. بس عشان كده انا بجد بنصحكم وبرشح لكم، وانا عن نفسي علشان عندي امتحان بعمل كده. اولا انا بحمل المحاضرات علشان خاطر اعرف ان انا اشوفها اثناء القطع. ثانيا انا بحاول ان انا اقوم بدري على قد ما اقدر الصبح بدري في الفتره اللي انا عارفه ان خلاص الوقت ده طبعا مش بيقطع فيه، اللي هو مثلا من الفجر لحد الظهر هتفضل تذاكر مفيش قطع للنور. وكمان الهدوء اللي بتبقى حاسس بيه وحواليك بيدخلك اكتر في مود المذاكره وبيساعدك اكتر على انك تذاكر. طيب اول حاجه الناس اللي شغالين مع مدرسينهم من اول السنه، واكيد طبعا مدرسينكم عملوا لكم خطه للايام دي تراجعوا بيها ونزلوا لكم فيديوهات وكل حاجه. لو انت شغال مع مدرسك ومرتاح معاه وكنت تمام طول السنه فخلاص انت تمام، هتكمل معاه مفيش اي مشكله، هتشتغل معاه ليالي الامتحان. طب الناس اللي سابت مثلا مدرسينها او ما كانتش اصلا شغاله مع حد معين طول السنه، وحتى اللي موقعين منهم حاجات من المنهج كتير او كانوا مراكمين عليهم حاجات ولموها كده بسرعه ما عرفوش يراجعوا كويس ولسه في حاجات واقعه منهم شويه، يعملوا ايه بالظبط؟ حاولت اجيب لكم مصدر يبقى كويس جدا في فيديوهات مراجعه تلم لكم المنهج كله. الفيديوهات اللي انا هقول لكم عليها او هرشحها لكم دي مش انت خلاص لازم تتفرج عليها وبعدين تبدا انك تراجع، لا ده مفيش وقت للكلام ده. انت لازم انك تراجع مع نفسك، واللي واقع منك روح شوفه من الفيديو. اساس هيبقى المراجعه بتاعتكم انتم وشغلكم انتم ومجهودكم انتم. انك تقعد تراجع مع نفسك المنهج ده اهم بكتير من انك تقعد وتسمع مراجعه ومستر وعمال يعيد المنهج تاني. اهم بكتير جدا وهيفرق كتير جدا. فلازم ان انت تبقى قاعد مع نفسك. لو انا في باب كامل مش كويس فيه مفيش مشكله، اسمعه كله. ده بقى تسمعه كله وبعدين تروح مراجع انت عليه كله، ده لو انت مش كويس في الباب كله. طب ايه بقى المصدر اللي انت ممكن تتفرج عليه؟ احسن مصدر هو فيديوهات دكتور محمد عبد المعبود. الفيديوهات نازله السنه دي مراجعه لكل باب، كمان المستر بيراجع على الباب وبيحل عليه، وكل باب تقريبا من 3 ساعات ونص ل4 ساعات. لو انت واقع منك باب كامل فانت هتتفرج عليه مفيش مشكله كله، وحاول طبعا انت تسرعه في 1.5 او في 2. وفي الحديثه كلها المستر عاملها في 8 ساعات برضو، دي نفس الشيء. لو اي حاجه واقعه منك فيها تتفرج عليها، غير كده تراجع مع نفسك. وطبعا ادخلوا جروب التليجرام لان انا بنزل عليه ملخصات وحاجات مهمه جدا واسئله كمان. هحط لكم اللينك بتاعه ان شاء الله في اول كومنت وفي الديسكربشن. امتحان الفيزياء من اكتر الامتحانات اللي لما الطلبه بيخرجوا منها بيقولوا ان مفيش وقت وان هم ما لحقوش. الحمد لله رغم كرهي الشديد للفيزياء وعدم تقبلي ليها ومستواي اللي كان فيها مش كويس خالص، بس حليتها في ساعتين بس. كان متبقي لي ساعه كامله اراجع. طب ازاي عملت كده؟ علشان استعملت الطريقه اللي انا قلت لكم عليها في الفيديو ده، مهم قوي قوي قوي. والحمد لله في كتير منكم طبقوا الكلام اللي انا قلته ده في امتحان العربي ولقوا ان الوقت فيه بركه وراجعوا الحاجات اللي واقفه معاهم كلها. فبجد الفيديو ده مهم قوي قوي قوي، لازم تتفرج عليه. هقسم لكم دلوقتي المنهج على الايام. النهارده حاول ان انت باذن الله النهارده تاخد الحديثه كلها. وليه عايزاك تبدا بالحديثه؟ علشان خاطر هي كانت اخر حاجه خالص، فغالبا اخر حاجه خالص في المنهج بنبقى مأهملينها وما كناش مدينها حقها في المذاكره وكروتناها كده، على عكس الحاجات اللي بتبقى في اول السنه الباب الاول والثاني وكده كنا مدينهم حقهم لسه بنشاطنا وطاقتنا كلها. حل شامل واحد او حل اسئله على الحديثه كلها، يا شامل يا اسئله على الحديثه كلها. وبكره ان شاء الله هتحاول انت تخلص نص الكهربيه وتحل عليها، او لو مش عايز تحل عليها هي لوحدها حل 2 شامل. تمام؟ ويوم الخميس باذن الله هتراجع النص اللي باقي من الكهربيه وتحل برضو 2 شامل. يوم الجمعه بقى ده ليله الامتحان. انا عن نفسي ما انصحكش خالص ان انت تكتر قوي قوي في الحل. حاول انك تحل حاجات مش كتير قوي. يعني لو هتحل شوامل يبقى حل شوامل مثلا السنه اللي فاتت واللي قبلها وكده، الشوامل بتاعت السنين السابقه بالاخص طبعا 2023، وتشوف اخطائك بقى بتاعت امتحانات السنين اللي فاتت كلها.
اكيد اثناء السنه حليت امتحانات 2021 و22 و23، حتى لو انت ما حليتهمش دول بقى تحلهم، دول اولى انك تحلهم من اي شوامل تانية. يعني اي شامل تاني كنت هتحله، لا دول اولى، حلهم دول الاول وخلصهم. وليله الامتحان بقى لو انت كنت حللهم قبل كده او لو حليتهم اثناء الايام بتاعت ليالي الامتحان، مهم تكون حللهم كلهم. شوف بقى الاخطاء بتاعتك فيهم كلهم. ليله الامتحان اخطائك تفهمها وتشوفها كويس فيهم كلهم، واي حاجه تانية حليتها اثناء ليالي الامتحان شوف اخطائك فيها برضو. وحل شوامل قليله مش كتيره قوي، قليله عشان خاطري ليله الامتحان ما تكترش في الشوامل. مش هقعد اقول لك حل بقى كتير على قد انت لا، ما تحلش كتير، لان انا عملت الغلطه دي وندمت بعد كده بسبب ان انا حليت شوامل كتير قوي وقعدت اجهد نفسي جامد قوي 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 ليله الامتحان. فانت تركز اخر يوم اللي هو يوم الجمعه باذن الله على الحاجات اللي تقيله عليك في المنهج قوي وتغلط فيها واقعه منك، دي تبص عليها وترجعها تاني وتقراها، وشوف اخطائك بتاعت الامتحان بتاعت السنين السابقه واي اسئله حليتها في ليله الامتحان، بتحل لك اي حاجه بسيطه. لو في وقت، مفيش وقت ما تحلش. باذن الله باذن الله هتبقى كده استفدت من الايام دي واستغلتها احسن استغلال ان شاء الله. طبق بس الكلام اللي انا قلته لك ده، ما توترش نفسك خالص، بالراحه واهدى. مهما كان مستواك في الفيزياء والله العظيم انا مهما وصفت لك ومهما قلت لك مش هتتخيل انا كنت عامله ازاي في الفيزياء، وكان مستواي عامل ازاي فيها. انا كنت حرفيا من الطلبه الاقل من المتوسطين في الفيزياء، ورغم كده الحمد لله جبت فيها 50 من 60. هي مش درجه روعه جدا، بس بالنسبه لمستوايا فيها فده درجه تحفه، وده خلتني كليه طب اهي الحمد لله. مواد بتشيل بعض، في مواد انا قفلتها، في مواد نقصت فيها درجه درجتين، فده بيشيل ده. عشان كده ما توترش نفسك، اهدى، وربنا سبحانه وتعالى كريم جدا جدا. خليك بس واثق في ربنا ثم في نفسك، وخليك عارف ان الاخطاء والحل الغلط حد اخر يوم قبل الامتحان ده مش عيب خالص ولا مشكله فيك، دي حاجه طبيعيه وكلنا بنمر فيها. وانا كنت بغلط لحد اخر يوم قبل الامتحان الفيزياء بال10 اخطاء في الامتحان الشامل واكتر. ربنا يكرمكم كلكم ويوفقكم ويكبر بخاطركم. مع السلامه.